اهلا وسهلا بكل المشاهدين وين ما كنتوا. ينطلق موعدنا اليومي ليالي رمضان ببيروت. ان شاء الله تكونوا مرتاحين، افطار صحي ومبارك، تقبل الله منا ومنكم بمزيد من المغفرة والاجر والثواب. ان شاء الله في هذه الليله ايضا تستمتعوا مثل كل ليله. شكرا لكل تفاعلكم معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، شكرا للكلام الجميل ووجودكم معنا. هذا بيخلي ان هذا البرنامج يستمر وينجح اكثر واكثر. ولا شو ساشا؟ معك حق. مساك ورد ونور. يسعد لي مساك بلال، مبارك عليك الشهر وكل اللي عم بيتابعونا كمان. يسلمك. عن جد بلال، كل ليله بتعرف نحن عم نستمتع بالجلسه، ضيوف عم بيكونوا خفاف، نجوم عن جد مخضرمين بمجالهم وناجحين، ومثل كل ليله ضيوف جداد بيزينوا لنا حلقتنا، وان شاء الله كل اللي عم بيتابعونا يكونوا بخير ويستمتعوا مثل ما نحن عم نستمتع بوجود نجومنا الليله. اكيد واللي كانوا معنا شافوا اخر مره باننا احتفلنا بعيد اور برنسس ساشا، وكان في كيك 3 طوابق، ما صح لي ولا طابق ولا ربع طابق ولا درجه من الكيك ولا شيء من الكيك. nothing. ما شفت شيء. بس بلال في اقول لك شيء، عاده برج الاسد بخيل بشغله وحده، اغراضه والمأكولات. فضليتك تطلعي بالكيك ل3 ايام لحالي. 3 طابق يخلص بلش بنتي. ممنوع حدا ايفن كيك ثاني وصل على الافطار، يعني ما حدا يلمسه لغايه ما هيك. اوكي. عادة هيك برج الأسد، بس أنت لا. عادة هيك ساشا برج الأسد. برج يعني الأسد آخر واحد مسكين بياكل معطر. لا صحيح عم ياكلوا. طيب ماشي الحال، فريق عمل ببيروت ماشي الحال. الاستفتاء اليومي على صفحتنا على الفيسبوك. خلونا نشوف سؤالنا لليلة. من هو أفضل نجم كوميدي عربي؟ 5 أسماء مع حفظ الألقاب: الأستاذ عادل إمام، الأستاذ ريد لحام، محمد هنيدي، أحمد حلمي وجورج خباز. من هو الاسم اللي تحبوه وراح تصوتوا عليه وصوتوا عليه منذ صبيحة اليوم؟ خلونا نشوف مع بعض نتيجة التصويت. في المرتبة الأولى تغيرت الأشياء، صار في تعادل بين الأستاذ عادل إمام والأستاذ ريد لحام ب 31%. المرتبة الثانية لأحمد حلمي والمرتبة الثالثة لمحمد هنيدي. ولا زال الاستفتاء مستمرا على صفحتنا على الفيسبوك، فزوروها وصوتوا لنجمكم المفضل. إذا فيسبوك ببيروت LBC والورد ببيروت LBC، عملوا لايك وايضا فوتوا صوتوا لنجمكم المفضل. منافسه قويه. يس عن جد ممثلين كبار وناجحين اكيد. وكمان مثل كل ليله يا بلال في عنا جائزه بتنربح. الجائزه تقدمت موقع سكر.com، هالموقع المميز اللي عم نشوفه امامنا على الشاشه، مثل ما عم نشوف خاص بكل الازياء والموضه ان كان للنساء وحتى للرجال. واليوم الهديه رح تكون من نصيب اللي عم بيتابعنا، اللي بيشارك معنا بلقائنا اليوم. مثل ما عم نشوف هالكوفري من العطر حلو كتير. في احلى من العطر بلال؟ بتعرف العطر بيعلم، في اشخاص بتعلق فيها من العطر. طبعا والعطر بيعبر عن شخصية الواحد. اكزاكتلي. وهيدا يعتبر من العطور الفاخرة الموجودة وتقديمة سكر .com لايك واتساب. فاتصلوا بنا على رقم التليفون، سجلوه. ايه بعتيلي واكس. سجلوه 0961 981 460 981 460. إذا سجلوا رقمنا الإجابة على سؤالنا. وأيضا لا تتحدثوا وتدردشوا مع نجومنا اللي راح يمتعوكم بهذه السهرة بحديثهم وبمفاجآتهم. شو؟ بنبلش على طول؟ أقلعنا؟ يلا أقلعنا وانطلقنا. نجم حبيتوه ولا زلتم تحبوه، إذا اختفى فنه باق، إذا رجع من سنة أو سنتين أو 3 إلا ما بتكون رجعته انفجار حقيقي من النجاح والتميز. مخضرم في اختياراته لألوانه، عرفتوه بأغاني شعبية طلته وطلعته على المسرح كانت بترج المسرح وأحيانا بتهدمه. خلونا اليوم نستقبل النجم المميز مسيو علاء زلزلي. أهلا وسهلا فيه. مساء الخير علاء. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ نورتنا. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. شو الاخبار؟ ساشا مساء الخير لكل المشاهدين. رمضان كريم ان شاء الله. وعليك. باخر اسبوع، اخر جمعه برمضان، ان شاء الله يا رب تكون هالشهر شهر الخير على الجميع يا رب، وتنتهي الازمات بعالمنا العربي يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. سعد مساكم. كيف كان هذا الشهر بالنسبه لك علاء؟
الحمد لله يعني شهر رمضان بالبيت كان في شغل ولا بس هيك؟ لا اكيد بيكون في تحضيرات، بيكون في شغل كمان، ولكن انه مش مثل ما بعد رمضان. يعني اكيد تحضير قبل رمضان وبعد رمضان. شهر رمضان هو شهر اكثر، يعني انا بعتبره دائما رجوع للذات، العائله اكثر، تحضير اكثر لما بعد رمضان. وان شاء الله يعني هلا حنبلش نشوف بعد رمضان تحضيرات لوين ادت اعمال جديده ان شاء الله اذا الله راد بعد رمضان. علاء، الكل بتفاجئ بعد عودتك اكيد وبعد الاغاني اللي قمت فيها وهالاغاني الناجحه، بس ليش هالغيبه طولت؟ يعني هالغيبه كمان ولدت فنانين كبار بدها وقت. معكم وقت نحكي ولا انا برايي انه انا اساسا ضد فكره الفنان يكون متواجد دائما. يعني انا مش مع الفنان يكون متواجد، انا مع يعني في لغه بس بدي احكيها انه اوكي يمكن انا بغيب، الفنان انا عندي هو انجاز، يعني انجاز سواء كان بالالبوم او بمهرجانات او بشغلات كبيره تنعمل. يعني فهلا ما في على مستوى العالم العربي ما في انجازات كانجازات. يعني في اغنيه واحده يمكن عملت انجاز كثير كبير بالفتره، هي سيلافي لخالد. صح، عملت انجاز على مستوى العالم ككل. بينما انه يعني حتى اذا انت عم تلاقي في وجود للفنانين على مستوى العالم العربي، في متواجدين ولكن مش متواجدين يعني بانجازات، متواجدين من خلال برامج، من خلال بس انه مش انجازات، يعني ما في انجاز كثير كبير. انا دائما ضد فكره الفنان يكون متواجد بكثافه، مشان ما يحرق كل شيء عنده، مشان يضل عنده اكثر ترقب لكيف شو لازم يقدم، شو لازم يعمل، وخاصه بنظرا للاحداث اللي عم نمر فيها بعالمنا العربي، فلازم يكون في تريث اكثر ليقدم. يعني بس ما بتخاف الناس الشطاره؟ لا، الناس تنسى، الناس بتعرف الجيل الجديد هلا جيل الانترنت وجيل بالعكس اللي بيحبك بيضل. يعني انا ضد فكره انه في فنان بيحبوه العالم. يعني انا بقول نجاحي دائما هو مش اغنياتي، نجاحي هو حب الناس لإلي. صح. فانا بالنسبه لي الحمد لله كان في تيست اذا بدك تعتبره بلال بال 2008 وقت من يعني وقت غبت من سنه 2003 ل 2005 باردون، من 2005 ل 2008 3 سنين، وقت الاحداث اللي صارت بدناش نرجع نحكي فيها، ولكن رجعت بالدلعونه كان يعني ولا كانه كنت غايب، ورجعت عملت بعد منها وراكي يسلموا لي البغار والاغاني هون. فبعتقد انه انا الفنان لا واغاني نجحت وضربت. يعني وقت اللي بيكون الفنان العالم بتحبه وبتنطره، صدقيني الغياب بيشتاقوا له اكثر. يعني مش كثير مش لازم بيشتاقوا لك. يلا مع بعض نبلشوا نشوف مقاطع صغيره لفيديو كليب علاء، ونرجع لنستقبل ضيفتنا ونجمه ثانيه. تفضلوا. عقلي مني طار واحبابي ما جاوش والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش. عقلي مني طار واحبابي ما جاوش والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش. جن سي با كاسكو جو في راني تعبان ايش سوي تري فاتيغي ومع حيران ما نقدرش على فراق محبوبي. انا حبيت والهوى ما ضل حبيبي جسوي مالاد والتعب زاد عليا يا ما حنيت وهو ولا داري بيا يابا واحبابي هاجروني وغدروا بيا تلموني بغيك عزيت تكون حديا وعايشت مرارة الحال بان عليا تلموني بغيك عزيت تكون حديا وعايشت مرارة الحال بان عليا الموجود انا بك بحلم جنب توا كل الايام او من امور قول اي كلام دموع جدام وانت ما تندم الموجود انا بك بحلم جنب توا كل الايام او من امور قول اي كلام دموع جدام وانت ما تندم. توصي حلو الكليب. هيدي اللي ما بتموت، هي الاغاني هيدي اللي الكاريزما، عن جد الكاريزما موجوده بالفنان. مثل ما قلت بلال، نحن متابعين ورح نستقبل كمان نجمه وفنانه لفتت الانظار بكل اعمال بتقوم فيها. دائما في اطلاله جديده، دائما في حضور حلو وصريحه، يعني ما فينا وبنحبها ودغري بتدخل على القلب. عن مين عم نحكي يا بلال؟ اكيد نورهان. مساء الخير نورهان. اهلا وسهلا، كيفك؟ تفضل. اهلا وسهلا، نورتي.
ميرسي، منورة بوجودكم. أهلا وسهلا فيك. أحلى وجوه أكيد. حبيبتي هيك على السريع، رمضان حلو هون ولا بدبي؟ ما في ما فيك تعلق لي. اثنيناتهم هون وبدبي، كل واحد عنده طابعه الخاص، بس أكيد هون هلا الجو ألطف من دبي. الله يعينهم اللي هلا موجودين بمنطقه الخليج مع الحر. في شيء مشترك بينك وبين علاء، هو هيدا الاختفاء، انه بتختفي كمان وبترجعي، بس لما بترجعي كمان بترجعي باشياء كثير كثير حلوه. هيدا شو سببه نورهان؟ لمزاجيتك، للانتاج، كل هذا مع بعض شو؟ ايه كل هيدا مع بعض. هلا لا مزاجيتي لا، اكيد الفنان ما لازم يكون مزاجي لهالدرجه انه يختفي عن جمهوره. طبعا الانتاج، وطبعا لانه ممكن نكون مشغولين بغير اشياء، امور حياتيه يعني زواج. مبروك هيدا احلى البوم واحلى مشروع، هو الزواج على قليله. ايه لا حلو، تتهني ان شاء الله يا رب. وكل شيء حلو بتشوفيه بحياتك. حلو. نورهان كيف بتمضي عادة هالشهر؟ هل من عادات معينة؟ هيدا اول شيء بدي اقول رمضان كريم لكل اللي عم يشوفونا وعليكم اكيد. هيدا شهر انا بستغله بكون كله بلبنان، لانه اجمالا انا عايشه بدبي، فبستغله اعمل كل الانترفيوز تبع على كل التيفيز، على كل الراديو، صور اللي بدي صوره ارجع بعدين اروح على دبي. حلو. هلا خبرنا ايش اخر شيء عملته قبل رمضان؟ شو كان عندك؟ الاغاني ولا اغاني؟ كان اخر وحده كانت تسلموا لي البغارو. اوكي. كان هو اخر اغنيه سنجل. بتعرف هلا انت يعني الوضع بالعالم العربي ما عم يسمح انه يكون في البوم كان، مع انه انا الالبوم صار جاهز لينزل، وهلا ثابت باوضاع مصر تاجل، كان المفروض ينزل على العيد. بالنسبه للاوضاع اللي عم بتصير بمصر ان شاء الله تمروا على خير وسلام يا رب. ان شاء الله يا رب. فتاجل وهلا بس حينزل اغنيه هلا ان شاء الله على العيد. مع مين حتنزلوا؟ اي شركه ولا؟ ارابيكا. تعاون مع ارابيكا، هو انتاجي انا بس حيكون تعاون مع ارابيكا. يلا هيك شو بنفتتح؟ شو تسمعنا منه؟ لا بنسمع؟ ليش لا؟ سمعك شيء ستايل جديد يعني، مش اوكي مش ستايل يعني مش كثير معودين عليه بس. يا حبيبي صعب علي إذا مني بتروح، مين فينا بيقدر يبقى لما تروح الروح؟ يا حبيبي صعب علي إذا مني بتروح، مين فينا بيقدر يبقى لما تروح الروح؟ والأصعب نتلاقى وفينا نحكي وما نشكي شو فينا ونفل، وكل واحد فينا مخبى بقلبه جروح. والله كلمات والحان شكون؟ كلمات المحامي والشاعر هيثم ترشيشي، والحان توزيع نادر زلزلة. كثير حلو كثير حلو ان شاء الله. يعني كم اغنيه في الالبوم؟ 9 اغاني. منوع شوي، عامل بس هدول حسيت انه اشتغلتهم اخذت وقتك، دوزنتهم بطريقه تأني ودقه، وبشكل خلى نادر انه يستاء من بعد شوي حيبطل الموسيقى بسببي. قال لي حبطل الموسيقى بسببك لانه انا مزعج، شخص مزعج اللي عندك بعملي بحب انه اقدم بشكل عاليه. ايه يعني كثير دقيق وكثير دقيق بالمواضيع، وكثير بدي الستايل، اذا بدي اعمل شيء بدي اقدم شيء جديد او ستايل جديد لازم يكون بشكل كثير متقن. كمان نورهان هيك هالقد بتتأني باختيار العمل او الاغنيه وحتى الكليب؟ ايه انا كثير كمان بتدخل بكل شيء، من اول الغنيه لاخرها ومن الكليب من اوله لاخره، كمان بوثق بكل العالم اللي عم بشتغل معها، بس بحب يعني انا احس فيها قبل ما انزلها. حلو. يلا نشوف هالتأني لنورهان وفي الفيديو كليب مع بعض. يلا تفضلوا. صوتك همس مدوبني ببحور من الحنين، قربك مني بيبعدني عن كل هموم الدنيا، اللي شو عامل فيي يا أغلى من عيني. مين يا حبيبي سواي يحييني فرحة عمري هواي، لاقيني مين يا حبيبي سواي يحييني والله ما في بلاش، هنيني مين يا حبيبي سواي يحييني
بدي دكتور إيلي مالك منك يا توني اليوم بدي إيلي مالك. شو خطيفة كانت؟ ايه رحتي خطيفة يعني. ايه خطبت. مبينه عروس على فكره لا كثير حبيت. انا تجوزنا بعد جمعه من الكليب. هذا هو العريس اللي شفتيه. هو العريس. زوجها. إيه. بس انه بالكليب مزبوط عروس. ايه انه عروس مع الفستان خلص يعني. زبطت معي يعني. نهارتك اللي لازم نوران، مع مين عملتي بالاغنيه؟ كلمات، الحان واخراج؟ كلمات والحان الفنان ايوان ورجاء ابي عقل توزيع طبعا، والاخراج للمبدعه رندا لقداح. اكيد تحيه لريندا، اكيد اللي عم تشاهدنا القروبه. ما قالت لي اليوم، بالعاده بتبعث لي شو لابس شو هيدا، بس ما بعثت لي شيء اليوم. واتساب. علاء، دايما مش بس الطابع الشرقي بيكون طاغي بالاغاني الخاصه فيك، انما شوي الغربي مع هيدا البيت هيك الحلو والمرح، ما غيرت بالستايل تبعك؟ ما في يغير يعني، انا دائما بسعى لانه يكون عندي حتى لو غيرت بس تكون روح علاء موجوده. يعني حتى لو اني انا غيرت بنوع انا مع اني كثير بدقق باختيار الميوزك يعني. انه كيف بدي، حتى مثلا مثل وقت الدلعونه قدمناها باطار جديد، باسلوب جديد، ستايل جديد. فاليوم انا كثير بدقق على نوع اسلوب الميوزك اللي بينلعب بالاغنيه، وحتى لو غيرت بالكاركتر يعني ككاركتر الغناء اللي انا عم غنيه، لكن بضل شخصيه علاء لازم تضلها موجوده. والناس لانه حبتك روح علاء يعني، مش معنى شخصيه، روح علاء لازم تكون موجوده. على العموم بدنا هيدي الروح اليوم، وبدنا نسمع كثير منكم ومن ضيوفنا المميزين. خلونا نشوف، نذكركم بالاستفتاء على صفحه الفيسبوك وايضا برقم التليفون والسؤال. فخلونا نشوف مع بعض الاستفتاء على صفحتنا على الفيسبوك، واللي من خلاله نسالكم سؤال بسيط: من هو افضل ممثل وفنان كوميدي؟ وعندكم 5 أسماء مميزة، نشوف مع بعض. 5 أسماء بينها طبعا مع حفظ الألقاب: عادل إمام، دريد لحام، محمد هنيدي، أحمد حلمي، وجورج خباز. احنا على الهوا بس فيكم تقولوا لي شو عم بيصير يعني. عادي. You can tell me anything. I love you guys. اوكي، من هو أفضل ممثل كوميدي وعربي؟ هذه هي الأسماء ال5 والنجوم ال5. وصوتوا على نجمكم المفضل على صفحتنا على الفيسبوك. نشوف مع بعض نتيجة الاستفتاء وين صارت. كانت متقاربة كان في تعادل بين عادل إمام ودريد لحام، ولا يزال تقريبا نفس النتيجة. عادل إمام ودريد لحام ب 31%، المرتبة الثالثة لأحمد حلمي، والمرتبة الرابعة لمحمد هنيدي. كملوا تصويتكم. نجمنا المميز والستار علاء زلزلي قال بأنه ألبومه جاهز وفيه عدد من الأغاني. ذكر كم عدد الأغاني؟ مش هغنيهم كلهم يوم يعني. هذا هو سؤالنا، كم عدد أغاني ألبوم علاء اللي راح يطلع ويشوف النور قريبا؟ إذا كنتوا سمعتوا الإجابة أكيد بتعرفوا. اليوم صعبنا شوي السؤال على فكرة، مش شوي 9 10 أو 11. أوكي 9 10 أو 11. أوكي. رقم التليفون اتصلوا وجاوبوا وراح تفوزوا بجائزة قيمة 09611 981 460 981 460 ومفتاح البلد 0961 ولا سجلوه، اتصلوا بينا، جاوبوا على السؤال وفوزوا بجائزة سكر.com. وأيضا فيكم تسألوا ضيوفنا ونجومنا أي سؤال تحبوه. رايحين على فاصل وراجعين، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. الأماكن لا تبنى للحاضر فقط، بل للأجيال القادمة. هي تلهم الناس وحياتهم. نصمم أماكن وفية لحضاراتها، تصون تراثها، تكتب تاريخ الغد. ننظر إلى الأماكن من عيون الناس، نحترم البيئة ونلتزم بها. نبني أماكن أصيلة تعيش إلى الأبد. سوليدار، أماكن للحياة.
شباب بيموتوا فيكي، يعني فكرك صعب كتير، يومين اسمك نسيكي، يعني لأنك حلو كتير. شباب بيموتوا فيكي، يعني فكرك صعب كتير، بيومين اسمك نسيكي. قلت له نروح شوي، والله لا تحلم فياي. قلت له نروح شوي، والله لا تحلم فيا. المحت مرة عيني، صار بدك مين يدفيك، يعني انك حلوة كتير. شباب بيموتوا فيكي، يعني فكرك صعب كتير، يومين اسمك نسيكي. قالوا لي عندك هواية، خلي كل شاب يحبك. رح غير هيدي الحكاية، ورح غير دقة قلبك. قالوا لي عندك هواية، خلي كل شاب يحبك. رح غير هيدي الحكاية، ورح غير دقة قلبك. بقلك روحي بشوفك جاي، بتطلع حد بلاقيك، يعني انك حلوة كتير. شباب بيموتوا فيكي، يعني فكرك صعب كتير، بيومين اسمك نسيكي. أنا خلقان وراسي عالي، رجال ببطن أمي. أنا لبنان الشمس قبالي، وحياتك هيدا همي. أنا خلقان وراسي عالي، رجال ببطن أمي. أنا لبنان الشمس قبالي، وحياتك هيدا همي. حط ببالك يلي ببالي، وحبيني عمري بعطيك، يعني انك حلوة كتير. شباب بيموتوا فيكي، يعني فكرك صعب كتير، يومين اسمك نسيكي. قلت له نروح شوي، والله لا تحلم فيا. قلت له نروح شوي، والله لا تحلم فيا. المحت مرة عيني، صار بدك مين يغفيكي. برافو. كميل شمعون موهبة شابة، صوت مميز جدا، وإيمانا منا ومن إدارة البرنامج بالأصوات النظيفة النقية. مش بالضرورة عندهم شركات تضخ عليهم أموال، لكن يكفيهم موهبة كي يكونوا معنا ضيوفا مميزين. خلونا نرحب مع بعض بكميل شمعون. أهلا وسهلا بك. بونسوار. كيفك؟ تمام. يا أهلا وسهلا، كيفك كميل؟ شو الأخبار؟ مساء الخير. تمام. اشتقنا لكم يا عمي. يا عمي احنا اللي اشتقنا لك، احنا اللي رمضان اشتقنا لك. كريم. والله واكرم عليك بالخير ان شاء الله. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. وبهالمناسبة اسمحوا لي
عيد الوطن بعيد الوطن، عيد الجيش اللبناني. اكيد تحيه ليك اكيد، وتحيه لكل جيشنا، الجيش اللبناني الصامد. امبارح عملنا له وقفه مميزه بحلقتنا، ولا تزال الان كل ضيوفنا بيحبوا يكرموا الجيش اللبناني بكلمه باغنيه، كل شيء حلو. قبل ما نواصل مع نجومنا خلونا ناخذ اتصال من الاردن. مساء الخير. هلا مساء النور. الو الو. الو مرحبا. مرحبتين يا هلا. كيفكم؟ انوار. مساء الانوار يا انوار. مساء النور. منورة البي تي بضيوفنا والفنانين اللي عم بعثوا. يجيك الله يسلمك، بيحيوكي كمان يا انوار. اهلا فيكم. انا كثير بحيي الفنان علاء زلزلي، كثير بحب اغانيه. الله يخليك، شكرا كثير لك حبيبتي، من ذوقك. تحياتي لك ولكل شعب الاردن. شو كمان يا انوار؟ شكرا لك. الجواب 9. الجواب 9. اوكي ميرسي، وان شاء الله يكون حظك وافر وتفوتي معنا بالسحب وتفوزي بالجائزه. نسمعوا منيح. ايه ما قلت شيء انا، مش حنقول الجواب. كميل طبعا اول ما جيت كنت ضيف عزيز وغالي، وكان في رده فعل حلوه على الحلقه، والناس حبت صوتك. بعرف انه في عندك معجبين كثير على صفحات الفيسبوك اللي دايما وين كميل وين كميل. قديش عم بتلاقي انك تاخذ وقتك وبخطوات متأنية؟ شيء سهل صعب؟ كنت تتمنى انك تعمل شيء اكثر؟ طبعا هي بدايه الفنان يعني لازم يكون متأني كثير بخطواته، لانه البدايه هي اصعب شيء. يعني بده يعرف يختار، بده يعرف ينقي، بده يعرف يختبر حاله ويشوف اي ستيل بيلبق له اكثر شيء يعني. فكثير عم بتأنى باختياراتي، وحتى على صعيد الاغنيه والكليب والتسويق. فمشان هيك يعني من فتره لفتره يعني عم نزل غنيه مش دغري ورا بعضهم. ان شاء الله هلا قريبا بيكون لنا اغنيتين بالسوق، وحده لبنانيه ووحده عراقيه. ايوه خلينا نحكي شوي عن ناطرين يعني ليوقفوا لنا شوي الصواريخ، بس برضه صوتنا رح يكون اعلى من صوت الصواريخ ان شاء الله. اكيد اكيد حلو. طبعا الوقت غير الوقت والمقاييس غير المقاييس علاء، بس بتحس انه الشباب الان عندهم صعوبه اكثر في الانتشار، ولا انتشارهم سهل لكن استمراريتهم اصعب؟ احلى كلمه انت، هو الانتشار هلا بالفتره كثير سهل. يعني تعدد المحطات يعني وسائل الاعلام اللي صارت كثيره، وبرامج الهواة اللي صاروا غير برامج الهواة. ولكن انت عم تلاقي انه مثلا حتى برامج الهواة عم يطلع عم يطلع فنانين وعم يحصدوا نجاحات يعني كتصويت. عم بحكي كبروجرام عم ينجحوا واصواتهم بتستاهل. ولكن نحن هون بنرجع بنقول كيف الاستمراريه، الصعوبه بالاستمراريه. الصعوبه الاستمراريه مش لانه بيكون ما عندهم شيء، بالعكس ان عندهم شيء. بس اليوم انك انا كنت اقول دائما بالزمان لازم يكون عندك شخصيه، كاركتر كفنان، تقدر توجد كاركتر لك، شخصيه فنيه تتميز، لتروح لمكان تصير دغري على طول بيعرفوا انه هذا انت، شو ما كنت هذا انت. هاي المرحله الاصعب، يعني اللي يبلش عندك شخصيه خاصه فيك، هاي المرحله الاصعب بتكون بالفنان. لانه ممكن انه هلا اليوم في كثير اغاني ناجحه بالسوق بالعالم العربي بتنجح. تعال اسال عن فنانين يمكن ما في منهم مش العالم ما بتتذكرهم. اليوم مثلا بتيجي بتقول بتسمع اغنيه من الصوت احيانا بيعرفوا مين اللي عم بيغني. صح. فاليوم الاستمراريه انك تستمر تنجح. يعني مثلا انا بقول لكميل ابن خي عزيز لإلي، يعني تسلم عليك. الفنان ما شاء الله عليه، شاب حلو وواعد وصوت حلو كثير جدا. الاهم انه يكون استمراريه، كيف يستمر، كيف يبلش يكون شخصيه له العالم تعرف انه هذا كميل. مجرد ما يقول اي شيء يعني حاول، ما بعرف انا ما بعرف كيف بدي اقول، بس يحاول يكون له كاركتر بعيد عن السوق. ما بعرف شو بده يعمل. انا لما بلشت حاولت اني جن، لبست جينز، طلعت كسرت كل التقاليد، سوالف شعر، ما بعرف شو، حتى حركتي على المسرح اللي كنت انا دائما على طول اني اتحرك، كسرت كل الحواجز اللي كانت ممكن تكون موجوده. حسوني الشباب اللي حطيت حالي بخانه، حسيت الشباب حسوني يعني العمر، كنت بالعمر اللي انا بلشت فيه، الشباب اللي كانوا عم بيرافقني او الاطفال الصغار كانوا يشوفوا نفسهم فيي، مثلا يشوفوا انه هذا انا هيك انا بدي اكون جينز كذا. فاخذت هذا الموضوع وبلشت اني ركز اني يكون عندي كاركتر، مع العلم انه
ما خصه بالمقدورات الصوتيه، يعني طبعا بالمقدورات الصوتيه في يعني انا قادر، واللي بيعرف الكل بيعرف انه عندي مثلا قادر اني كنت اخذ مثل وقت غنيت تأبين بليغ حمدي زي الهوى عندليب الراحل عبد الحليم حافظ بدار الاوبرا بمصر. بس ولكن انه حسيت حالي انه انا بعمري ما بقدر اكون ولا ممكن اكون عبد الحليم حافظ، ما بقدر. انه يعني هذا شخص هيل، يعني انا عم بحكي عبد الحليم طبعا مع حفظ الالقاب، عبد الحليم، فيروز، وديع الصافي، فريد الأطرش، عبد الوهاب، الفنانين الكبار، ام كلثوم، طبعا الفنانين العظماء اللي ما حدا بيقدر يوصل لهم، فما بقدر اني حتى لو غنيت لهم بغني لهم لاني بحبهم، لاني بحب فنهم. اكيد، وعملت حالك فلازم اعمل، ما عندي مشكله. بدي يكون الحال، بدي يكون انا، بدي يكون شخصي انا. اكيد. نورهان نفس الشيء، بتحبي انه يكون عندك شخصيه لحالك؟ يمكن انتم المطربات حالكم اصعب لانه لا اسهل. لا اسهل. لا بس انا بدي اقول له شيء للفنان علاء زلزلة، عن جد يعني هو اول حدا عمل هالشيء بالبلاد العربيه، يعني بعدين كثير ناس قلدوه. صح. اوكي. لا عن جد عم بحكي هالحقيقه، يعني مش عم بجامل. انا كمان عملت حبيبي يا عيني وانتقدوني كثير العالم، طبعا جددتها. هلا بيقولوا لي حبيبي يا عيني سهله وصلت للعالم، لا لو انا عملتها بشكل مش حلو بالعكس كنت انتقدت عليها، لانه اسم الله الفنانه مايا يزبك كانت ضاربه الغنيه معها، فرجعت انا عملت حبيبي يا عيني ورجعت عملت ستيل خاص لإلي، فوتت التكنو مع الشرقي، ورجع في كثير فنانات رجعوا عملوا نفس الشيء. هلا انا غبت بس مش الحق علي، الحق على شركات الانتاج، بس ان شاء الله ما راح اغيب بقى. ان شاء الله. نوت الاود نوت الاود. هيك بوطننا العربي ما في شيء مضمون. ايوه. ناخذ اتصال ثاني من الجزائر. مساء الخير، اهلا وسهلا. الو مساء الخير بلال. مساء الورد والنور، مرحبا جميله. الله يسلمك يعيشك. سافا يعيشك وانت؟ والله انا بس ويني سحبتلكم. الله يسلمك، سحبتلكم انتم تاني. وقعتوا بخير لاباس؟ الحمد لله. الله يسلمك. علاء بيعرف يحكي جزائري المفروض. وش رايك؟ سافا الحمد لله حبيبي. علاء الزلزلي سافا حبيبي. وحشناك، ما عندك بزاف. وحشتني الجزائر بالذات. سمعتي جميله قالت صافي روحه ما جيت، هذه غيبه. لا ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله قريبا اكون في الجزائر. اكيد ان شاء الله حبيبتي. قريبا ان شاء الله حيكون عنده زياره للجزائر. الجزائر وطني، انا بفتخر بالجزائر وبشعب الجزائر. الشعب الجزائري اول من صنع الثوره الحقيقيه يعني والانتصار الحقيقي، بلد المليون شهيد وبلد الانتصار. الله يخليك، الله يحفظك. شعب الجزائر شعب بفتخر فيه، والجزائر بعتبرها بلدي وانا فخور فيكم. الله يخليك. شكرا حبيبتي. انا من كثر ما بحبكم دائما بغني الجزائري، لانه بحب الجزائر. يلا حاطلب باسمك واسم كل احبابنا في الجزائر انه علاء يسمعنا شيء. هلا الله يسلمك جميله، ميرسي بوكو، كل عام وانت بخير. شو سمعهم شيء جزائري؟ بدي اغني لك اغنيه جزائريه. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي تنانان، شحال الندم والعباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي تنانان، شحال الندم والعباد الغافلين قبلك وقبلي. شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي، شحال ضيعت طقات وشحال تزيد لا زال تخلي. يا الغايب في بلاد الله شحال تعيا ما تجري، ليك وعد القدرة ولا زمن وانت ما تدري. يا رايح وين مسافر. برافو علاء، ميرسي بوكو. يلا ساشا، شو في عندك اليوم؟ ما في حلو بس في اشياء تراديشنال، اشياء تقليديه. نشوف مع بعض ساشا الفيلم، تفضلوا. بلال رح نتعرف على مصممة أزياء فولكلورية وتراثية. غفران ياغي معنا وزينتنا هالطاولة الحلوة، هالطنطور كمان. مساء الخير غفران واهلا وسهلا فيك. نحكي على المايك بليز. مساء الخير ببيروت، مساء الخير لجميع المشاهدين ورمضان كريم للجميع. علينا وعليك يا غفران. خبرينا غفران، كيف بلشنا بعالم تصميم الأزياء التراثية والفولكلورية؟
أنا طلعت من بيئة غنية بطبيعتها وعيت كمان أمك تشتغل أشغال يدوية والجيران، وحبيت بوقت الفراغ أني أعبي فراغي بهالأشغال. لفترة مش طويلة كتير، يعني من 5-6 سنين حبيت أسقل هالموهبة بدراستي، عملت تصميم وتنفيذ أزياء، ولكن أنا من شي 20-30 سنة مبلشة بالأشغال اليدوية. عندك حب للأشغال اليدوية، مش قليل غفران المصممين اللي بيهتموا بهالنوع من التصميم الفولكلوري أو التراثي. ليه؟ لأنه كمان طلبوا قليل هيدا الشغل، ولكن انا بحب ضوي على التراث، وانه ما تنسى هالثقافه هيدي اللي نحن تربينا عليها. حلو. لازم يعرفوا اولادنا واحفادنا شو العمله اللي بنتداولها. حبيت ضوي على القرش اللبناني، الطنطور كيف كانوا يلبسوه، شو كان مكلف جدا بعهد الوثنيين، وكان كل عروس تتزين بالطنطور كان من الذهب والحجار الكريمه. فحبيت انه كل هالثقافه هيدي ما تندثر، لانه تاريخنا غني وتراثنا غني. معك حق. غفران كله انت بتصمميه، يعني الشك ان كان على القطع، كل هالتفاصيل انك تنقل هالقطع القديمه، بتقصد ناس يعني اكيد لها علاقه بهالموضوع، بتبيع هالقطع الثمينه والتراثيه، كله انت بتقومي فيه؟ نعم. هلا انا بداياتي شغلي هو المطرزات، مطرز تطريز يدوي. اوكي. بحط الكونفاز على القماش وبشتغل بخيطان الDMC الحرير، وبرجع بسحب الكونفاز وبصير كأنه مرسوم بانتور على القماش. هيدي كانت بالبداية، بس عم شوف هيدي البداية أخذتها الفكرة من المصمم العالمي كريستيان لاكروا، كان عاملها بانتور، أخذتها عن مجلة الحوادث أنا بالسعودية أنا وزوجي، فحبيت أني طبقها شغل يدوي. بلشت بهيدا الشغل. كمان لما جيت على لبنان القرش اللبناني دهشني، انه هيدا ما كان بالاعتبار، صار اغلى من الدولار باضعاف يعني. والنص ليره القديم 1952 كمان حبيت اعمل منها عقود، اذا بتحب تاخذها بالكاميرا. وعملت منها خواتم، عملت براسلي، عملت منها يعني كتير اشياء، حتى كافلينج عملت منها للزرار القميص الرجالي من 10 قروش 1929. طب غفران، هالاغراض مطلوبه؟ في لها سوق؟ في لها طلب؟ هلا في التفاعل بيغني لي مشاعري، ولما اي زبونه او اي شخص بيحب لانه عن جد لها قيمتها هالقطع هيدي، وبيتفاعل معها، وكيف البيات والامات بيعرفوا اولادهم على العمله القديمه، على الاشغال اليدويه، انه هذا تطريز هاند ميد، مش انه كله مكانات مشغول شغل ايد مثل ما قلتي. غفران، هالقطع القديمه اللي عم نشوفها قديمه كتير كتير. صحيح. كيف بتلاقيهم؟ مش بسهوله يعني بفتش بمحل الانتيك، بقصد الصرافين شو عندهم كمان عمله، لحتى انه بتضيف التاتش الخاصه فيك. بحط التصميم اللي انا حبيت اعرض شويه اكسسوار على البابور الكاز وطنجره النحاس الصغيره، وعلى الصحن اللي كانوا ياكلوا اهلنا فيه والمعلقه. حبيت انه طعم هالشيء الحلو بالتراث القديم. هذا الشغل كمان شغلك؟ كمان شغلي. نعم. بعمل بونيسك، عباية، مرقعية كمان. حلو كتير. وما عم تحكي كمان عن العباية. نعم. غفران، في عباية اليوم رح تنربح، ونشوف مين رح تربحها، أي صبية لها العباية. بقول لها مبروك ورمضان كريم. مبروك سلف. مبروك سلف. هيدا فيها شيء شغل، بس مش هيدا أنا مدخلته، مش شغلي، هيدا شغل أفغاني. حبيت إنه أنا بنوع بأشغالي كمان، مش كله شغل إيدي، مش كله يعني شغل أحيانا إيدي. بدخل بدمج مع تصميمي، بدمج مطرزات، مش بتكون يعني كلها شغل إيدي. نعم. غفران، لكل اللي حب أعمالك وشغلك المميز والنادر خلينا نقول، كيف فيهم يتواصلوا معك؟ صفحة على الفيسبوك حسب ما قلتي لي، فينا نشوف إذا بحبوا يعملوا لي لايك على أشغالي. وعندي ويب سايت www.غفرانياغي.com، وعندي موبايل 70 316 28 أهلا وسهلا فيك غفران.
أنا بشكر ال شكر بي كبير سي وإدارتها والأكيب على هالفرصة الحلوة اللي عطيوني إياها، وهيدي عيديتي مع المشاهدين أن أعرفهم على أشغالي. أهلا وسهلا فيك غفران، شكر كبير لك وتحياتنا لك كمان. رح ننتقل نحن إلى عالم الأكل والطبخ، إلى فندق الموفنبيك، هالفندق الراقي والمميز، ومثل كل ليلة نحن أكيد متشكرة، ولكن هالتقرير متعرف كمان على وصفة جديدة مع الشيف من اللحمة والخضرة. بناخد فكرة على الإفطار شو رح نحضر. نتابع هالتقرير. اليوم رح نحضر نحن وياكم فخذ الغنم مع البطاطا والخضره. اليوم رح نعمل الطريقه لفخذ الغنم رح تكون غير ما انتم بتعرفوها، اللي هي رح نلف فخذ الغنم ونحطه بالفرن ويطلع مثل رولات. في عندنا الحشوه نحن جاهزه، هي كزبره، ثوم وزبده وشويه كعك تتماسك الحشوه بنص الفخذ. الخيط بنفوته من تحت الفخذ، بنلفه على ايدنا، بنلف الخيط على الايد بشكل مره اثنين، بنرجع نفوته من تحت الفخذ. هذا الفخذ بده ينحط بالفرن حوالي 3 ساعات ليستوي مزبوط. بعدين بنشيله وبنفك عنه الخيط وبنلفه بكلينج فيلم وسانيتا لياخذ الشكل المبروك، وبنحطه بالبراد او بننطر عليه شي 2 3 لنقدر نقصه احسن ما يفرط بالقص. هيدي البطاطا بنقليها قلي 3/4 القلي. بعدين البصل بنعمل طبقة بصل، طبقة بطاطا، طبقة بصل، طبقة بطاطا، وبنحط عليها مية الماجي، بنحطها بالفرن 15 دقيقة. وبنرجع نحضر الخضرة اللي هي كناية عن كوسة، باذنجان، بندورة، بصل. بس نقطعهم، بنملح، بنبهر شوية زيت وبنحطهم على الجريل. بنرجع بنصفهم بهيدا الشكل هون اللي هو فينا نبلش باذنجان، كوسة، بصل، بندورة لتطلع بهالشكل المرتب. هاي بتفوت على الفرن كمان 15 دقيقة على درجة حرارة 180. زيت، ثوم، كزبرة، زعتر أخضر ورمران مفرومين كلهم مع بعضهم، ومنسقي فيها الخضرة. وهلق بعد ما كنا حكينا عن البطاطا والخضرة وفخذ الغنم رح نسكب صحن، ناخد قطعتين من فخذ الغنم ونحط قطعة صغيرة، وهلا وصلنا لنقلكم 1000 صحتين من اوتيل الموفنبيك بيروت. واهلا وسهلا فيكم، نتمنى تشاركونا بالمطعمنا وتشوفوا عن قريب وتتذوقوا الاكل تبعنا. والف صحتين. ورجعنا مكملين معكم ليلة رمضان من بيروت. يقولوا لي اتصال من ايران. اوبسي، مساء الورد، يا اهلا وسهلا. الو، يا هلا يا هلا. مساء الخير، كيفك؟ مساء الورد والنور، اهلا يا حلا. رمضان كريم. الله اكرم، ينعاد عليكم بالخير والصحة. كيفك يا حلا؟ الحمد لله، انت كيفك؟ ماشي الحال. تحضرونا من ايران؟ نور البرنامج. برنامج بيعقد وبيجنن فيكم اكيد. نسلم على ضيوفك، وين رمضان كريم. وبيسلموا عليك الضيوف اكيد، وينعاد عليكم بالخير والصحة وانتم بألف خير ان شاء الله. يا حلا، انقطع الاتصال. شو جاوبت صح حلا؟ جاوبت مزبوط. اوكي برافو، ان شاء الله تكون حلا من بين اللي بيفوزوا بالجائزة يربحوا الليلة. نشوف نتيجة الاستفتاء وين صارت. شوف وين صار الاستفتاء. تغيير بسيط، دريد لحم بعده بالمرتبة الأولى ب 32%،
وفي المرتبة الثانية إكزيكو تعادل بين أحمد حلمي وعادل إمام. والمرتبة الثالثة لجورج خباز ب 16%. والمرتبة الرابعة لمحمد هنيدي. عم يفرق منيح التصوير. جورج خباز بالبداية كان 1%. واكيد فناننا الكبير الاستاذ دريد لحام بيستحق 100%، خصوصا بالدور المميز يعني انت كنت بتصور لدريد لحام. طبعا هيدا استاذ عظيم. معك حق. سنعود بعد قليل عم بيقدم بدور عمل خطير. عم بتشوفوا شوي شو عم بيصير بالدراما في رمضان. حلوين يعني نسبة النجاح السنة أفضل من السنة الماضية. مسلسلات لحقتي نورهان بالسفر والحفلات تشوفي صراحة عم شوف انا عم بحط ميك اب عم بحضركم وعم بحضر مسلسلات ملحقتني. سنة حلوين كانوا يعني في كم مسلسل حلوين. كانوا حلوين بشكل حلو إخراجيا يعني كانوا حتى يعني تمثيليا الفنانين في اشخاص ابدعوا هالسنه. هن مبدعين اساسا بس انه ابدعوا بادوارهم هالسنه. هالانتاجات المصريه السوريه اللبنانيه كمان عطت كثير هذا كان اكبر دليل اثبات انه بس يعملوا توليفي. هي التوليفي المصري اللبناني السوري عم يعمل نجاح كثير كبير. اكيد نجحوا يعني. طيب قبل ما نستضيف ضيفنا اللي جاي كامل شو بدك تسمعنا؟ انا اسمعكم بما انه عيدنا الجيش اللبناني والوطن فرح نغني شيء للوطن. اوكي تفضل. سألوني شو صار ببلد العيد، مزروع عالداير نار وبواريد. سألوني شو صار ببلد العيد، مزروع عالداير نار وبواريد. قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي هو الشعب العنيد. قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والجيش العنيد. كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك. وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك، وحبي من ترابك بكنوز الدنيا. وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني وشو اللي بني، بحبك يا لبنان يا وطني. الله عليك. الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا كريم. وصلنا فقرة الموضة. أنا دايما بنطر على فكرة بلال، وكل اللي بيتفاعلوا معنا على الفيسبوك على تويتر عم بيحبوا كثير الديزاينرز. مثل كل ليلة عنا مصمم أزياء كمان جديد، بس حسب ما عملنا بالرجية في معنا اتصال حتى ما نطير كمان المشاهدين كثير. مساء الخير. راح الاتصال. كان من الإسكندرية. الله كنا حابين نسمع أهلنا وأحبابنا من مصر، فتحية لكل أهلنا بمصر الحبيبة وأهل الإسكندرية عزاز وغاليين أيضا. إذا نبيل يرجع يتصل مرة ثانية أكيد رح نكون سعداء لسماع صوته. أكيد بنستقبل نحن وياكم مصمم الأزياء علي الخشن لنتعرف على المجموعة الخاصة فيه واللي فادنا اليوم بإطلالات بعض الصبايا لنشوف آخر تصاميمه. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك علي. أهلا وسهلا. تفضل.
مساء الخير علي، رمضان كريم. وعليكم ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك وعليك يا رب. علي خبرنا بعالم تصميم الازياء قد ايه تنوعوا وكثروا المصممين، يعني اليوم صارت السيده اذا بتختار مصمم بتحتار، ما هيك يا نورهان؟ اكيد عن جد يعني قد ما كثروا كلهم مبدعين، بس كل واحد له طابع، له ستايله الخاص اكيد. اليوم لوين بتميل انت بالموضه علي؟ يعني اكثر ستيل اوروبي، يعني اكثر شيء عم نشتغل على الاوروبي، بندمج شوي الشرقي شوي مع الاوروبي. يعني شو بيختلف الستايل الاوروبي عن الشرقي؟ بيكون هلا بيختلف ببلاد برا، لا بلاد برا ما بيعتمدوا كثير على الشكل او التطريز يعني. فدول العربية انه اكثر بحبوا الشكل، التطريز، الاحجار اكثر من اوروبا، فبندمجها لحتى نكون بتناسب لبسنا اكثر بالعرب، لانه الذوق اكثر يكون يعني بنضيف الطابع، وبنرجع بنحكي كل ديزاينر هيك له التاتش خاص فيه، يعني حسب شو بيلبق لكل حدا. قديش صار لك بعالم الازياء علي؟ 14 سنة 15 ما شاء الله ما شاء الله. بس اول كوليكسيون اوت كوتور كانت بال 2010 يمكن؟ اول كوليكسيون لا قبل بس كانت يمكن اول هيك سيونس فوتو، او كان عندي ديفيلي صغير بالبيال عملته وهيدا. حلو. طيب قبل ما نشوف العارضات اللي عم بيتحضروا، قالوا لي في اتصال من العراق ناخذوها على السريع قبل ما يروحوا منطرينهم. مساء الورد والنور يا هلا. الو الو. الو رمضان كريم. مساء الفل، اهلا وسهلا. كيفك بلال؟ الحمد لله الله يسلمك، كيفك يا فاطمه؟ رمضان كريم عليك. وعليكي بالخير والصحه. كيف اجتماع كميل؟ الصوت بعيد يا شباب، زبطوا لي اياه. بلال. ايه يا فاطمه عم نسمعك، تفضلي. كيفك كميل؟ كميل عم بتسلم على كميل. كيفك فاطمه؟ كميل. تسلمي الله يخليكي. كيفك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ احنا كلنا بنحبك بالعراق. كلهم بحبوك بالعراق. واخواتي معي بحبك. جايكم بغنية عراقية. ايه عامل لكم اغنية عراقية. اكيد رح تطلع تخبل عليك. تسلمي تسلمي. بالله كريم. شو لا عم تغزل فيي؟ قلت لك بتحبك. جواب 9. والجواب 9 كمان. ثانك يو يا فاطمه. وهلا بعد ما نشوف اول جزء من العرض لعلي بنخلي كميل يسمعنا مقطع من اغنيته العراقيه. يلا تفضلوا عارضات. فستان اللي عم نشوفه امامنا. هون عم نشوف القصة السيران اللي بتبرز الخصر. اكيد بكل تصاميمي اكثر شيء بركز على انه يبين الجسم اكثر شيء بالقصة يعني. واكيد الفكرة الاساسية هون كان في الديكور النيلي اذا بتلاحظي مع مبطن بالشعر لون اللحمة. مستعمل شوي من الدانتيل معه. مثلا ما دخلت لون، يعني اخترت اللون اللحمه مع الجبير ليبرز اكثر القماش النيلي، لانه اذا حطينا نيلي مع نيلي ما حكثير تبرزها. صح. هون عم نشوف التيول بوانتيه منقط مع التطريز بالشوروفسكي مطراز، ضيف انا بعد الشكل اللون التركواز بقلب القطعه ليعطيها شوي ما يطلع الفستان كثير اسود. بس اثنيناتهم كوب سيران، انت بتحب هالقصه؟ بعتمد هالقصه لانه الاكثر بحبوا هالقصه، بتعطي فورم للجسم المراه اكثر يعني. اكثر قصاتي بحب ابرز الجسم اكثر بس علي هو اي فستان بيتعدل، يعني ممكن يصير قصير، ممكن نعمله كات ستريت او لا؟ اكيد حتى هيدا الفستان اللي عم نشوفه بنقدر يكون قصير يعني بدون الكلوشي من تحت، بنقدر يكون كمان قصير يعني. اي فستان بيقدر يتعدل، بدها حسب طلب السيد، حسب جسمها كمان، حسب هي شو بيناسبها يعني. مش ضروري انه اي موديل اللي هي بتحبه يناسب لجسمها يعني، حسب هي شو. هون عم نشوف لون البينك الزهري مع التول والدانتيل، واكيد شغلين الورد شغل الايد كله بالاورغونزا مع اكيد الشوروفسكي والاحجار اللي بنضيفها لتعطيها شوي الاكلال اللمعه. بس من ميل وحده اعتمدت الشكل شوي هون السيران انه من ميله وحده
من ميل الثاني في شوي درابيه، كان في عم نشتغل بالدرابيه من التول. حلو. نورهان، دايما باطلالاتك في تجدد، يعني ان كان بالكليب، باطلالتك على المسرح، بالمهرجانات، حتى باللوك الشعر، اللبس، قد ايه بتختاري وكمان بتتأني باختيار المصمم اللي عن جد بيفهم شخصيتك وبيفهم الستايل اللي انت كمان بتحبيه، واذا بدك تغيري مش انه تطلعي كثير جريئه. مظبوط. انا بعتمد دائما على المصمم اللي بده يلبسني، بس كمان انا بقول له شو بحب، يعني هو بشوف شو بيلبق لي اكثر شيء. بينما بلون الشعر بخلي الاختيار لمجو طبعا دائما بيعمل لي شعري، شو ما بيقول لي بمشي على ذوقه. على عميانه ما بتشرعي. مين المصممين تعاملتي معهم قبل؟ تعاملت مع رامي سلمون وزياد نصير. كانوا ضيوفنا رامي وزياد، اثنيناتهم ضلوا فتره معك يعني. حتى رامي سلمون لبسني فستان، رجعنا شفناه على بيونسي بعد 3 سنين. ايوه اوكي، سو اور بيونسي كانت قبل البيونسي الثاني. يعني ان شاء الله قريبا كمان انا ان شاء الله باذن الله. لي الشرف كمان يكون لابسك شيء كمان حسب، برجع بقول لي حسب كل واحد شو ستايله، اكيد لك ستايل خاص، مش ضروري يكون هيدا الستايل وانت مزوق كثير. هيدا ميرسي. على قديش كان شيء بيفرحك لما كنت تشوف الناس يقلدوا اللوك نتاعك، يقلدوا قصه شعرك، الاكسسوارز نتاعك؟ ايه غير حركاته اللي كانت شيء ثاني، بس انه لوك وايز، ثيابك، كل شيء كانوا بيعملوا مثلك. شيء كثير حلو انه بتحس انه قدرت تعمل بصمه، يعني تقدر انك تخلي يعني تشوف ناس او اعمار او شباب عم بيقلدوك بستيلك، بشكلك، مش بالشكل كشكل يعني اسلوب لبسك، في شيء يعني شيء بيبسطني. حتى كنت بس احضر شانسونيه او مسرحيات كانوا يعملوا بارت، سكتشات، بارت، عرفتي كيف انه بنبسط. ايه توني وقتها مره توني الفيس بريسلي العرب عامل المونديال فكانوا يعملوا كل ما اعمل شيء يطلعوا يعملوا عليه كاركتر، فشيء بيبسطني بالعكس. انا يعني ما انا كان هذا هدفي، اللي انا اعمل كاركتر لحتى لانه اعمل بصمه فيه ويتعودوا عليه ويصير وهذا جزء من شخصيه الفنان، انه ما هيدا التميز اللي كنت عم تحكي عنه. يعني شيء كثير، وبعدين صعب، مش سهل يعني. اذا حدا بفكرها سهله، منا سهله انك تقدر تطبع شخصيه بذهن الناس، وانك تكون مش بمعنى مثل رمز، بس انك تقدر تكون انك الشخص بيحبوه بكل شيء، يعني بشخصيته، بشعره، بلبسه، بوقفته على المسرح. يعني انا حتى بوقفتي على المسرح كنت مجنون، يعني بعد هلا بس شوي جنون عندي زاد. بس زاد لانه مجانينك الصبيان؟ مجانينك الصبيان لبدون او لا؟ لا بالعكس. بس القصد انا انه الواحد كان ما بقولوا المفروض بس يكبر بيعقل. كل ما كبر كل ما نضج على اساس انه بيعقل. لا انا زدت جنون. بحب فني كثير، وبحب دائما على طول يكون عندي على المسرح انسان ثاني. انا بنسى حالي، انا ما يعني في كثير عالم بيقولوا لي انت بتحضر قبل ما تطلع على المسرح شو بدك تعمل. لا انا بعمري ما حضرت، يعني انا بطلع على المسرح وما بعرف شو بيصير. تتحول. ايه ما بعرف شو بيصير، ما بعرف مع الناس، بجن معهم كيف تتفاعل معهم. بتفاعل، هن بيساعدوني بهذا الموضوع، يمكن بيصير فيك كونتاكت بينهم. ايه وهذا شيء كثير حلو. العراق الحبيب بعده معنا الليله، خلونا ناخذ الاتصال الاخر من العراق، نشوفوا مين معنا. تفضلوا. مساء الخير. مساء الخير. يا هلا. صديق البرنامج انا نبيل اسكندريه. فريد، اهلا وسهلا فيك يا فريد. نبيل. نبيل سوري يا نبيل. ازيك يا نبيل؟ والله من الاسكندريه هلا، مش من العراق. سامعينك يا نبيل، اهلا وسهلا فيك. تحياتنا لكل اهل الاسكندريه. طبعا ضيوفك الكرام والاستاذه شاذة في العبايه الجميله دي. نبيل معنا. ايه نبيل يا نبيل. وبحيي الاستاذ علاء زلزالي والعروسه نورهان اللي كانوا طالعين ببرنامج عيون بيروت قريب. حلقه الغزل اليوم. وبعدين العريس يعني جايب لها ورد، حاجه حلوه قوي. بغير بروجرام. يوم ما شاء الله حاجه يا عبد الحليم الله يرحمه. وانا جاوبت على السؤال. جاوب على السؤال. عايز اسمع حاجه لعبد الحليم حافظ. هي على راسي. عايز يسمع حاجه اكيد. اوكي
شكرا يا نبيل، تحياتنا لك ولكل اهلنا بالاسكندريه. ثانك يو. ثانك يو. طبعا تحيه لمصر اكيد، الله يقطع هالفتره على خير يا رب ان شاء الله. مصر ام الدنيا على العموم يعني، وهي بوابه العالم العربي كله يعني. طبعا. نتمنى السلام. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم ترى انا يا معيون عليك سألوني ويا ما بتألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم ترى انا يا معيون عليك سألوني ويا ما بتقل وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار اوصف للناس الجنة وانا في النار غالي عليا وضيع عليا وارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم أنا يا معيون عليك سألوني ويا ما بتقلب على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. الله نورهان، ما حنسمع شيء اليوم؟ ايه يلا نورهان. ولو جلسه فنيه ولا نسمع كمان بدنا نغني مصري. اوكي اكيد. تفضلي. بس قولوا لأمي طب وانا ملك، بس قولوا لأمي طب وانا ملي، طب وانا ملي، طب وانا ملي، طب وانا ملي، طب وانا ملي. طيب يا غزالي لما قابلته رمش عينه اتكلم وقلبي خايف للمحبة يسلم. لما قابلته رمش عينه اتكلم وقلبي خايف للمحبة يسلم. طب وانا مالي، طب وانا مالي، طب وانا مالي، طب وانا مالي. طيب يا غزالي. هذه حلاوة التقطوقة المصرية الحلوة. شريفة فاضل من عملتي كليب كان كثير حلو كمان، وقت انا بالك الكليب كثير. ميرسي. بالي عن جد. نورهان، الناس بتفكر انه اعاده الاغاني القديمه شيء سهل، بس هو مش سهل، لانه بتخافي يمكن تخدش الاغنيه، بتحوسي تدوري على الشيء الاضافه اللي انت بتعمليها، فكمان في ريسيرش بتتعمل لاي اغنيه بتحبي تعملي لها اضافه. مزبوط، لانه الغنيه اوريدي بتكون كثير ناجحه، حابين العالم بصوت هالفنانه اللي قدمتها اوريدي، فاذا ما كنت قد الغنيه وضفت لها شيء حلو يعملوا بلا ما مقارنه. تعمل. بصيروا يقولوا اللي غنوا وبالعكس بتفشل الفنان بدل ما تساعده. اكيد. ولا في عنا سوري وصلنا بتحيز لنونو، بدي احكي معك. حبيبي صار لي زمان مش شايفه، فمش لاقيه. احكوا انتم مع بعض. لا بس بدي احكي عن الديو اللي كنا ناطرينه مع شير واتسون. خبرينا بس وين صار ولا هلا بعد يمكن ناطر بس التصوير؟ خلصت الغنية مع الفنانة الأمريكانية العالمية شير واتسون، وعملتها المبدعة عن جد كارينا عيد. مع انه شير واتسون حطت صوتها بامريكا، انا حطيت صوتي هون وعملت لها دمج. كارينا عيد بحييها عن جد، هي يمكن مش اسمها مش كتير كبير مثل الموزعين يعني الاستوديوهات الكبار، بس قريبا جدا كارينا عيد حتصير يعني اشهر بكتير. يمكن من وراها الغنية. على فكرة الفنانة الشاملة كارينا عيد أنا بوجه لها أكبر تحية ممكن تتوجه لإنسان. لأنه في عندك أعمال معها، لأنه عندي عملين معها. عن جد فيها روح الشباب. هي بالنسبة لإلي مثل أختي يعني. حلو كثير. فيكي هلا تنفردي مع كميل، أنا مع نونو. See you later.
نقعد على جنب نضل نحكوا. كميل، عن سيرة الأغنية مثل ما قلت هلا في أغنية عراقية كمان، ليش اخترت اللهجة العراقية وهالتوجه؟ على سيرة الفنانة الشاملة كارينا، كنا بالاستوديو وكانت الفكرة الأغنية العراقية يعني واردة إنه نغنيها، لأنه صار في كذا شخص طلب مني من العراق إنه غني أغنية عراقية. فكنت بالاستوديو عن كارينا وثابت إنه كارينا بتتعامل مع ناس من العراق، فسمعتنا أغنية ولفتت لي كثير نظر، لأنه أغنية مهضومة كثير والجو العراقي الخفيف، يعني جو الشارع العراقي يعني. فدغري لفتتني وقلت لها دون خلص ليتس دو ات. يلا شو سهيرتنا والله لكم حصة الأسد هلا. يلا بس مش رح نسمعكم كلها، شوي صغيرة بس شوي صغيرة. يلا. حب 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 أحبك، بس 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 قلبك. حب 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 أحبك، بس 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 قلبك. ما خلاش باقي مني بالحب، شربني وكلني، هم هم غرامه مرمر كلامه، هم هم غرامه مرمر كلامه. ايه نورهان خلونا لحالنا. طبعت لك واتساب بعد شوي. واتساب بالكيف. فاصل وراجعين. لا زال لدينا الجزء الثاني من العرض المميز لضيفنا المصمم معالي، واكيد نجومنا مكملين في جلسة مميزة. لحظات وراجعين، تفضلوا. سوليدار، أماكن للحياة. عودة لمتابعة ليلتنا الرمضانية مع نجومنا وضيوفنا، ومثل كل ليلة أكيد في عنا رابحة رح تربح العباية، مثل ما كان لنا لقاء مع الست غفران لنشوف اليوم إذا رح تربحها السيد اللي معنا. مساء الخير. رندا المصري. الاسم الكريم؟ رندا المصري. رندا، أهلا وسهلا فيكي. رندا أكيد بضيافتنا نجوم، وفي معنا كميل شمعون الفنان الصاعد الشاب، أكيد شفتيه. شو غنى هلا؟ غنى أغنية من شوي، بأي لهجة كانت؟ خليجية. بأي لهجة؟ خليجية. غلط. بعطيك احتمالات، العراقية، خليجية ولا لبنانية؟ عراقية. العراقية. ألف مبروك، هيدي العباية من نصيبك، ألف مبروك، شكر كبير لأليك. كمان داني خلينا نشوف الصبية، ما رح أسألها سؤال، فيك تسمح لي؟ في ربحها الهدية هيك دغري؟ داني أوكي. مساء الخير. مساء الخير. بس تعرف عليها، الاسم الكريم؟ تالار. تالار؟ تالار، هيدي الجفت من عطر عبد الصمد القرشي، ألف مبروك لأليك. بس هيك حبيت هيك أعطيها الجفت. ثانك يو. رمضان كريم. والله أنتم أكرم إن شاء الله. ثانك يو سو ماتش. بلال أكيد بنرجع لعندك، أنا رح انضم لك هلا. اكيد، وثانك يو لكل ضيوفنا اللي تكرموا واكيد واكرموا الناس الموجودين معنا. تحيه ايضا لعبد الصمد القرشي والتحاقه معنا باخر الاسبوع اللي راح يزين لنا البرنامج بجوائز قيمه لكل الموجودين معنا بقلب الاسواق. بدنا نسمع شيء. انا سامعك شيء عراقي كمان. ايه اوه يلا. يعني هلا اسمعوها العالمية الصبية، غنيتها كحفلة، يعني نزلت ببروجرام. اوكي. بنية قالت أحبك أنا، بس عندي 7 أخوان. قلت لأخوتك بشر، بس أنا جوعان. قالت بيت الأهل متعلي بالحيطان. قلت لها نطير بسما، أنزل وقت ما كان. قالت أنا أبويا يقرب للرئيس فلان. قلت لها أنا أبويا فقير بس ابنه فنان. قالت أبوي عربي
ويذبحك بالسكين. قلت لها والله خلي بيوتكم بارود واخدك غصب عن اهلك وخلي كل الناس تشوف، وهلك يقولوا ريت الجرى ما كان. والله عشقت الصبية والله حلوة، هذه البنت الحورية جابت لي قلبي البلوى. والله عشقت الصبية والله حلوة، هذه البنت الحورية جابت لي قلبي البلوى. وشوفي دبا 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 دبا. عن جد كثير حلو حبيبي عن جد. انا بحب دائما اغني بكل اللهجات. كان عندي تحدي بنفسي يعني انه دائما اغني بغير يعني انه مع انه نجاحاتي كانت باللهجه اللبنانيه كل اغانيه، فكان عندي اصرار ان انجح حتى باي لهجه ثانيه. لذلك اول ما بلشت بلموني اللي غاروا مني ويقولوا لي وين ديارة. بعدين غنيت بزاف طولت عليها، غنيت طبعا عبد القادر دائما بغنيها، عندي حب للاغنيه الجزائريه. بعدين عقلي طار فغنيت المصري طبعا الخليجي. العراقي كان اول مره بغني عراقي. فقلت انا انه لازم دائما على طول بحب اني اثبت نفسي بستيل، يعني بهذا ستيل انه انا بالعراقي لازم انجح، مش لازم يعني فرض بس بتمنى انه بس حلو انه كل لون واني اقدر اعمل شيء مثل مصمم الازياء يعني مثل علوش بس بحب دائما يمكن يعمل مثل ما بقول بيعمل كذا ستايل دائما يكسر القاعده الاساسيه. شوف مع بعض الجزء الثاني لتصاميم ضيفنا علي، تفضلوا. عندي جمهور كثير حلو الليله لانه الفساتين بتعقد. نشوف مع بعض. خبرنا علي. هيدا فستان عروس مشغول من تيل ريبروديه بالشك والتطريز اكيد، وعليه الفلاور من الجبير والدانتيل على الصدر. كثير سمبل. فستان العروس حيكون بعد عادة أنا فستان العروس بحبه يعني يكون فيري سمبل، يعني أكثر من إنه يكون كثير معجق. ممكن بفستان السهرة أكثر ضيف ألوان وأشياء، بس فستان العرس بفضل إنه يكون فيري سمبل أكثر أحسن. بس ما شفت كات سيران بفستان العرس على فكرة؟ لا أنا بفضل مش الكوب بالسيران، الكوب بتيجي الإيفازيه شوي يعني ما كثير للفستان العرس أكيد. كمان القطعة الثانية هون عم نشوف هو قطعة وحدة بس مبين كأنه قطعتين. اوكي له فراك من فوق مشغول كمان بالدانتيل مع درابيه على الخصر، وكمان شاغل الشوروفسكي على الصدر، وبينزل دانتيل من تحت بيفتح سيران كمان شوي يعني ايفازي اكثر. بس اوف وايت لونه مش انا بفضل اللون الاوف وايت اكثر من انه ابيض ابيض. عاده انه اكثر العروس انه اوف وايت اكثر من انه يكون كثير ابيض. ما بفضل انه بعد كثير الالوان اللي كثير يكون في الوان بالفستان العرس، بفضل انه يكون لون واحد. انا هيدا رايي يعني. معك حق. ولاحظنا مؤخرا يعني فساتين العرس صار بدخلوا لها شوي يمكن بعض الالوان يمكن بلت هيك او على الخصر بيرجع حسب كل وحده شو طلبها. بس انا بفضل العروس تضل يعني تبرز تبين بالبياض الفستان، هي تبرز اكثر من انه يبرز الفستان بالوانه وبعجقته. كل ما كان فيري هيك سمبل وكلاسيك بيكون افضل اجمل. هون عم نشوف كمان فستان دانتيل مغطى كله بتيل اليزيون، كله من سوا حرير كله. خايف شوي والقصة على الصدر كمان حلوة كيف اشتغلتها مع نو صغيرة. مع نو أكيد. أنا على طول القصة بفصل بالفساتين القصة على الخصر لتبرز أكثر الجسم. يعني بحط يمكن سانتور صغير رفيع شيء إنه بس لحتى يعمل فاصل يبين أكثر جسم المرأة. حلو كثير هالفستان. مثل ما قلت سمبل، دمجت الستايل الشرقي مع حتى للعين يكون العين ما يبين الفستان كثير هيك قوي. يعني بالنهايه العروس هي كمان بدها تبين تظهر بالفستان. صح مش يقولوا الفستان
طالع حلو بس العروس عالي لا ايه ما انا بقلع او شيء اكيد. خلونا نشوف العروس اللي كان بيلبق لها. ايه نسالها كيف كان. نورهان بيلبق لها كل شيء اصلا. شو ما نورهان من كثر ما لبسته بالفيديو كليبات ما بيلبق لها كل شيء اصلا. ميرسي كثير كثير حلوين والله يوفقك كثير مزوق. كلك ذوق. Hello beautiful girl. Ça va? Did you see her dress? Tu restes à côté de moi? Beautiful her dress. كليا ما بال. علاء بدنا نشوف من المحظوظة والمحظوظة الليلة. هي زلزلة. طلع معي اثنين ما عليه. غمضوش. مالي اثنين طلعوا اثنين. كيف اثنين؟ بدي ربح واحد. في عندي جايزة واحدة. يعني لو فينا نربح الكل ما بنقول لا بس مش رح يعرف الثاني خلص. تعال انا بحطهم بايدي وانت اختار. بس شوف لي اسمي موجود. انا زبطت الفضل اثنين بس اذا انت بلكي اسمي موجود. تعبر. عم زابر. نبيلة من الجزائر. نبيلة من الجزائر، تحياتنا لنبيلة من الجزائر. في زعبرة لا. طب خلص اختار من الجزائر معلش يعني. بيناتهم نبيلة من الجزائر. نبيلة من الجزائر. ألف مبروك لنبيلة، تحياتنا لها وشركتها من سكر. ايه المفروض كنا نربح الاثنين. ايه انتوا كرم وهن بيستاهلوا. خلص الاسم الثاني بكره احنا بنحطه بالقرعة، خلينا نخبيه وبعتبر انه اجابته او اجابتها صحيحة وبيفوت غدا بالسحب الثاني. حطها. حلو. يلا اخر كلمه ايش بنقول للناس اللي عم بتشوفوك الليله نورهان؟ بقول انا كثير مبسوطه لاني معك بلال ومع ساشا ومع الفنانين اللي بيعقدوا المصمم علي، وينعاد عليهم يا رب كل سنه ان شاء الله بخير وسلامه اكثر من هالسنه. اكيد وتفاؤل ان شاء الله يا ربي بالخير والصحه. عادل انا بتشكركم اول شيء وبرجع بقول لكم ينعاد عليكم ورمضان كريم وميرسي للكل وكل المشاهدين اللي عم بيتابعوا تصاميمنا. اهلا وسهلا فيك يا علي. كميل رمضان كريم لكم لنا ولكل المشاهدين، وتحيه عن جديد وعن جديد وعن جديد للبنان وللجيش اللبناني. اكيد. واسمحوا لي بس غني اغنيه لشعبنا بمصر، هيك رساله صغيره. اكيد اكيد تفضل. الله وحده العليم، القمر ما يشوفش نوم من غير عبد الحليم والست ام كلثوم. الليل والسماء ونجومه قمروا وسهروا وانتوا وانا يا حبايبي انا يا حياتي أنا كلنا في الحب سوا. الله عليك. عم شوف كنت علاء عم بيسمعوا بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. تسلم عليك. اول ذا بيست. ثانك يو علاء نورتنا. الله يخليك. انا بلال ما بقدر اقول انه انا كثير مبسوط وصار عندي موعد كل رمضان اني اكون معك ببرنامجك. هيدا موعد قاد اكيد يعني. فبلال انا بشكرك من كل قلبي لاستضافتك والجمعه الحلوه نورهان وعلي وكميل يعني كل المشاهدين عم يشوفونا بدي لهم رمضان كريم، وان شاء الله يا رب مثل ما دائما شهر رمضان هو شهر الخير لكل العالم. بتمنى يا رب بهالشهر دعوه انه يكون بعالمنا العربي يعيش بسلام. كفانا هيدا التشرذم اللي عم بيصير ودمار بلادنا العربيه ككل، ومحي حضاراتنا ومحي وتقاتل الشعوب العربيه ببعضها. نحن شعب حضاري وبنضل شعب حضاري الشعب العربي. ان شاء الله يا رب هالازمه تنتهي. بدي رمضان كريم لكل المشاهدين ولكل العالم ولكم، وشكرا كثير لاستضافتكم. على امل ان شاء الله نشوفكم يا رب. ثانك يو نورتنا. شكرا. اهلا وسهلا فيك يا علاء. خلينا نشوف بنهايه اللقاء بلال الاستفتاء وين صرنا؟ وين صارت مع النتيجه؟ افضل ممثل كوميدي عربي. لنشوف الفانز لمين صوتوا بالنهايه. الاستاذ الكبير دريد لحام. اكيد صوتت كمان انت بلال. 33%.
عادل إمام 11. عادل إمام بالمرتبة الثانية، وأحمد حلمي بالمرتبة الثالثة. المفضل عندي أنا كمان كثير بحب أحمد حلمي كثير. بس أكيد تحية لكل نجومنا إنه هيدا لا بيزيد ولا بينقص من قيمة الفنان، بس هو فقط معجبين وفانز بيتنافسوا مع بعض، بس كلهم مميزين وكلهم بنحبوهم بزاف. بزاف. أكيد ختامه مسك. لازم نسمع شيء من علاء نختم به هذه الحلقة. اختر شو بدك علاء لنختم بها الحلقة. واكيد نشكر كل المشاهدين على انه متابعونا وضلوا معنا ساعة ونصف من الزمن، وغدوة ان شاء الله نفس المكان والموعد. كونوا معنا وانتبهوا لي على حالكم، ونشوفكم غدوة ان شاء الله او على خير. هيدي اللي ماتت حتى تلاقينا، وبتمرق من حد وما بتحاكيني، بقيتي وراي تعلقتينا، وتركت عيوني عندك مرهونة، ولك بس اوعي تكوني صدقتي حالك، وقسيت علي وزدت بدلالك، ب10 ثواني بهوى بدالك، وب5 دقايق بعشق مليون.